ازيكم عاملين ايه؟ يلا جهزوا معايا النهارده عشان لفتنا مش عاديه. النهارده هنروح نستمتع ونفصل شويه بقى، ويلا بينا على كامب كروما. هنا بقى الموضوع مختلف شويه. انت بتكلم حد من الناس اللي شغاله هناك، بيبعت لك اللانش ياخدك لحد الكامب، ولما بتعوز تروح بيخلي اللانش يطلعك تاني لحد بره. كل ده طبعا من غير فلوس، دي خدمه الكامب بيقدمها لك. اللانش اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا هنركبه. تعالوا اقول لكم انا رحت ازاي. انا نزلت منطقه اسمها التأمين. نزلنا على اول الشارع، اخدنا توك توك ب10 جنيه لحد المرسى، وكلمنا الراجل بعت لنا اللانش. اخدنا جنب كروما جوه جزيره سهيل، يعني جوه النيل. كده احنا وصلنا الكامب، يلا نبتدي لفتنا جواه. اول ما بتدخل الكامب بتحس بفايبس كده جميله قوي، وتقدر تعيش احلى تجربه. من اول التخييم اللي بيخليك تعيش حاله من الهدوء والروقان قدام النيل. انت ممكن تأجر من عندهم كياك وتعيش المغامره في النيل. روح الكامب وعيش المغامرة واستمتع بالمناظر الطبيعية والنجوم وسط النيل. الكامب بيوفر لك خيام وغرف للإقامة وأنشطة ورحلات مختلفة. المكان ده هيخليك تاخد صور جميلة أحلى من أي صور انت خدتها في مكان تاني. تحس ان الصورة كده بتتكلم وفيها فايبس. بجد أنا أحلى صور أخدتها كانت في المكان ده. عندهم مسرح بيعملوا عليه حفلات وقعدة مزيكا بالدف والعود، وعندهم مطعم بيقدم لك أحلى الأكلات والمشروبات. هنا بقى احنا قلنا ايه، ناخد لفة حوالين الكامب ونتفرج على الجبال والمناظر الطبيعية. في الكامب هتستمتع بالأجواء النوبية الأصيلة. القعدة هناك مريحة للأعصاب وفيها هدوء بطريقة فظيعة للناس اللي بتحب الهدوء طبعا. ويلا نستمتع بغروب الشمس. لما تزور أسوان حط كامب كروما في الخطة بتاعتك. واحنا كده خلصنا لفتنا في كامب كروما. ويلا قبل ما تقفل الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.